السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سامح الحكيم من مدونة برو إكسبيرت آن. في هذا الشرح سنتطرق إلى كيفية إصلاح الفلاش ميموري وجميع فلاشات الذاكرة التخزينية بدون برامج أو تحميل أي برنامج من الإنترنت، فقط بخاصية موجودة في الويندوز. في البداية نقوم بالدخول إلى خاصية بالضغط على ويندوز بليس ار. ستظهر لنا هذه الخاصية، ثم نكتب سي ام دي ثم دخول. إذا تظهر لنا هذه النافذة ونقوم بكتابة اسم البرنامج الذي هو ديسك بارت، عفوا، ثم دخول. ننتظر قليلا تظهر لنا هذه النافذة. نكتب list disk. إذن كما ترون هناك اثنان من الفلاشات التي أضعها في الحاسوب. إذن أنا الذي أريد أن أصلحه هو الفلاش رقم 1، ونضغط رقم 1 ثم دخول. كما هو واضح الآن البرنامج يقوم بالدخول إلى خاصيات وكل ما في الفلاش ميموري. ثم بعد ذلك نكتب كلين، خاصية كلين لتنظيف الفلاش. select disk one. Disk one is now the selected disk. نكتب clean. عفوا ليست تلك المرة disk part clean، بل نكتب select disk one ثم clean ونقوم entry. Disk part succeeded in cleaning the disk. الآن نكتب create partition primary create partition succeed. نعم، لقد نجحنا. الآن سنقوم بفرمتة الفلاش. فورمات ثم دخول. ننتظر قليلا إلى حد الانتهاء من فرمتة الفلاش ميموري. ننتظر، يعني لا تتغرق عملية كثيرا بل بضع دقائق. 1% كما هو واضح، 2، وننتظر إلى أن تنتهي وتصل إلى 100% لتكون قد تم إصلاح الفلاش بشكل كامل، ونكون قد انتهينا من إصلاح الفلاش ميموري. الفلاش مليء بالملفات والفيروسات، إذن ستطول عملية الفرمتة. لا نطيل عليكم، سنعود بعد انتهاء البرنامج من فرمتة الفلاش. إذن بعد نهاية البرنامج واكتمال الفرمتة ووصول 100%، يعني اكتمال إصلاح الفلاش ميموري، نكتب SSEGN عفوا ثم دخول. ثم كما ترون يعني ظهور الفلاش ميموري نظيف وفارغ
لا يوجد أي ملف أو أي فيروس لم يعد كما هو في السابق. قد تم تنظيفه بشكل كامل وعاد كما هو من الأول. ثم exit للخروج. وهكذا نقول قد انتهينا من هذا الشرح والتبسيط الكبير لبرنامج ديسك بارت. نتمنى نتمنى أن تدعمونا على مدونتنا برو اكسبلينر تيان، وعلى صفحتنا في الفيسبوك برو اكسبلينر تيان، وعلى قناتنا بالضغط على سابوني وسبسكرايب. وشكرا لكم. وسابوني وكذلك مدونتنا على البلوجر. نتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا لكم، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. صديقكم سامح الحكيم. إلى اللقاء.